السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى. تقوى الله هي أن تطيع الله تعالى فما أمر بفعله وفيما نهى بتركه، أن تفعل الواجبات وأن تترك المحرمات، رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم وخوفا مما أعده للعاصين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين وأولياك الصالحين يا رب العالمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المتقون مفلحون، المتقون فائزون، المتقون هم السعداء في الدنيا وهم الفائزون في الآخرة. أيها المؤمنون، إن التقوى مبدأها وأصلها وأساسها محبة الله تعالى، تعظيمه العلم به جل في علاه. فمتى قام في القلب محبة الله وعمر القلب بتعظيم الله، فإن التقوى تكون قد حلت في القلب وجنى العبد ثمارها في القول والعمل. فإن التقوى تنعكس في قولك ذكاء وصلاحا، وفي عملك استقامة وفلاحا. ومن يتق الله يعظم له أجره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فوائد التقوى ومنافعها عظيمة، لذلك كان بدارا خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر بالتقوى وتذكير بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فلا تأنف أن تسمع اتق الله، ولا تمال من تكرار الأمر بالتقوى، فإنها الوسيلة التي تحتاجها ليلا ونهارا، سرا وإعلانا، سفرا وحضرا، صغيرا وكبيرا. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق الحسن. أيها المؤمنون، تقوى الله تنعكس على الأخلاق استقامة، وعلى القلوب صلاحا وفلاحا وبهجة، وعلى الأقوال استقامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ليست التقوى انزواء في مسجد، وليست التقوى قلوة في زاوية، وليست التقوى صلاة في انفراد أو في إعلان. إنها أشمل من ذلك كله، إنها صبغة، ومن أحسن من الله صبغة لقوم يؤمنون. إنها صبغة، والقول والعمل يكون ذلك في معاملة الله في السر والإعلان، ويكون ذلك في معاملة الخلق في كل أمر وشأن. وبهذا تكون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مشروعك في حياتك أن تكون من المتقين، فانضم إلى هذا الحزب واركن إليه، فهذا هو حزب الله الذي حكم له بالفلاح. ألا إن حزب الله هم المفلحون. تقوى الله تستحضرها في عملك، في خلوتك، في شهادتك، في كل شأن من شؤونك. عند ذلك أبشر بفتوحات عظيمة وولاية كبيرة، فإنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يظن الظن إن تقوى الله هي فقط فيما بينك وبين الله في فعل ما أمرك به من حقوق الصلاة، زكاة، صوم، حج فقط، بل هي أوسع من ذلك كله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق يوما، فمر على صورة الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟
قال أصابته السماء يا رسول الله، أفلا جعلته فوق الطعام كي يروه الناس؟ من غش فليس منا. هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن التقوى ليست في معاملة الله عز وجل، إنما تكون أيضا في كل شأن من شؤون الناس، حتى في أسواقهم، في بيعهم وشرائهم، في معاملتهم، فإن ذاك لا يكون إلا من المتقين الذين يستحضرون حق الله تعالى. إن المجتمع إذا تربي على هذا المعنى أن التقوى خلق شامل، منظومة مكاملة من السلوك والأخلاق والمعاملة، لن يكون ذاك إلا مصلحا للمجتمع، عائدا عليه بنفع، حارجا له عن كثير من السيئات. إنه حل لكثير من المعاناة التي تعانيها المجتمعات في كل شأن من شؤون الناس، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في العلاقة الأسرية، في علاقة البشرية، في علاقتك بالمؤمن، في علاقتك بالكافر، في علاقتك بالمؤمن، في علاقتك بالقريب، في علاقتك بالبعيد. ربنا تقبل منا إنك أنت